مرحبا حبايبي، اليوم عندنا فلوج حلو خفيف مثل ما عودتكم كل مرة. اليوم نستكشف مكان جديد، خلينا نشوف شنو هذا المكان، خليكم وياي. اليوم نبدأ فلوجنا وياكم من جزيرة بغداد السياحية. هاي الأكشاك متوفرة بالبداية عند بوابة الدخول. سعر التذكرة البارك إذا عندك سيارة ب3000 وتجي تدخل للشخص 5000، يعطوك كارت تقدر تشحن بالفلوس وتلعب بالألعاب. هاي معلومات بالبداية. هاي هنا زوارق نهرية. هنا اكو تأجير دراجات، اللي يريد يأجر دراجة همينة يعني يفتر بيها. كلمة بغداد منورة، هي دائما منورة بغداد. هاي الحدائق مثل ما تشوفون، همين اكو عوائل هناك قاعدين. طبعا البرج بدنا نصعد بيه، قالوا لنا عليه بالصيانة اللي هو موجود هناك، ذاك كلش عالي بقعدات وكافيات ومطاعم، قالوا بيه صيانة حاليا بنقدر ندخل له. والعاب يعني موجود، اكو موجود مسرح همينه. هاي هنا الكشك تعبئة مال الكارت اللي يعطوك اياه عند الدخول، هي تشتريه. هاي هنا الاسعار مال الشحن. معلومات هيك صغيرة عن الجزيرة هاي. هي تقع بمنتصف نهر دجلة، يعني هاي جزيرة بغداد، تقريبا حوالي 20 كيلومتر شمال بغداد، يعني قريب على منطقة الفحامة. منطقة الفحامة وسبع أبكار. ومساحة الجزيرة حوالي 1,025,000 متر مربع. هنا اكو مطعم وكافيه، طبعا بكل مكان لان المساحه كلش كبيره ما شاء الله بالجزيره. مثل ما ذكرت لكم يعني المساحه تقريبا 1,025,000 متر مربع، يعني اكبر بارك هذا موجود يمكن بالعراق. راح نصور لكم جزء بسيط طبعا هم يعني من الجزيره. احنا بالعراق نسميها مدينه العاب، بغير دول يسموها مدينه ملاهي، اكو فرق بالتسميه. الحلو هنا مهتمين بالنظافه. لا حد لا يخاف. هذا بيت الرعب هذا.
طبعا سألت هسه الأمن هنا، مع الأسف يعني الحدائق مو كلها مفتوحة، دا يسوون صيانة، البرج دا يسوون به صيانة، فراح أصور لكم يعني اللي أقدر أصوره، أخذكم وياي في هاي الجولة. الألعاب موجودة مفتوحة، والصيانة يعني أكو مكانات دا يسوون بها صيانة. يعني سألت واحد قال لي إعادة تأهيل دا يسوون لكل المكانات. يعني دا تشوفون الشغل حتى بالليل. هنا شوايات موجودة، أما تدخون بهذا الموضوع. اللي عنده فريقين يجي يلعب طوبة هنا. هاي نراويكم البرج من هنا. مثل ما قلت لكم البرج مغلق للصيانة. شوايات بكل مكان، ومصاطب وجلسات يعني همين بكل مكان. هسه سألنا قالوا انه اعمال صيانة، اعادة تأهيل للحديقة كاملة، فراح اسوي لكم بس هذا الجزء المفتوح حاليا، هي الالعاب يعني، وهاي الحدائق المفتوحة هنا همين. يعني يبقى هو المكان كبير هنا، حتى الحدائق قعدات موجودة، مطاعم فاتحة يعني موجودة هسه، الأكشاك، الألعاب كلها مفتوحة، بس الجزء الثاني مال الحديقة مسدودة، اللي هي البرج، وهناك الجزء الثاني اللي على المي يكون. هذا راح يكون هذا الفلوق سريع يعني وياكم. مثل ما تشوفون وياي هاي المكان المفتوح هنا، هاي المطاعم والألعاب اللي موجودة. أكيد يكون بالويكند ازدحام أكثر. بس ما شاء الله الاهتمام بالنظافة حلو. بوابة رقم 1، هذه بوابة رقم 3. بوابة رقم 1 تكون بها اكو مسابح مغلقة ومفتوحة هناك. يعني اللي يدخل بوابة رقم 1 هم سعر الدخول ليها 15,000 دينار، وهذه بوابة رقم 3 اللي هي تكون بها الحدائق والألعاب. السلام عليكم. طبعا هنا أنا هم سألت الأخ، هنا المتوفر بس هاي مثل البايدرات تكون الجولة ربع ساعة ب 3000 سعرها، وقال لي اكو زوارق عندهم صيانة بيها، يعني رغم انه هي مسدودة المكانات اكثريتها، بس يعني فعلا هذا الجو روعة هنا.
رغم اغلب المكانات مسدودة، بس اكو عوائل يعني تتوافد يجون يتمشون ياكلون يستمتعون بالوقت. انا بارك موجود كلش كبير، سعره ب 3000 دينار، ومثل ما قلت لكم الدخولية الشخص 5000 دينار، يعطوك كارت، والكارت تقدر تشحنه داخل تلعب به الالعاب. هاي خلصت جولتنا وياكم من جزيرة بغداد السياحية. صح اغلب المكانات مسدودة، بس ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو. لا تنسون اللايك بالكومنت والاشتراك. اشوفكم فيديو جديد. باي.